خلصت كليه اصلا. خلصت. انت شو بتسوي هلا؟ في دروس؟ انا لسه مخلص كليه. يعني لسه ما سويت شيء؟ انا بص، انا في اخر، يعني انا خلصت الكليه تمام، ودخلت في موضوع الجيش تمام. اجراءات الجيش انا شفت ايام عجيبه والله العظيم. عايز اقول لك كنت مثلا، انا اصلا من اسكندريه تمام، والجيش في القاهره. يعني الجيش اللي انا الحاجات الاجراءات اللي انا كنت اعملها ساعتين. ساعتين. فكنت بعمل ايه بقى؟ كان في شهر رمضان اول ما رحت والله العظيم كنت انزل الفجر، اتسحر وانزل الفجر، اروح القاهره وافضل قاعد لغايه ما يفتحوا، لغايه الساعه 7، بيفتحوا الساعه 8، ادخل افضل قاعد مع كائنات اغبيه والله العظيم ما حدش بيتفاهم. اقعد انت فاهم، اقف انت فاهم، جيش بقى انت فاهم. قديش قعدت جيش؟ ايه؟ يعني ما دخلتش الجيش، ده الاجراءات. بس الاجراءات لسه ما دخلتش. الاجراءات سافرت، ده اول يوم مسافر، حاسس ان الدنيا وردي بقى، هروح اخلص الموضوع وامشي. فضلت قاعد يمين شمال، يركنوك بالثلاث 4 ساعات مش عارف ايه. وبعد كده ايه، هم ايه، هي دي مش حاجات سيئه، هم عايزين يعلموك الايه، الصبر يعني. انت فاهم. ف اقل كلمه كانت بتتقال لي روح وتعالى بكره. والله العظيم اقسم بالله، اللي هو اقل كلمه، اللي هو اول كلمه اتقالت لي روح وتعالى بكره. قلت له ايه؟ قلت له انا من اسكندريه على فكره، انا جاي من اسكندريه. قال لي روح وتعالى بكره. ببص جنبي لقيت واحد بيلطم. قلت له في ايه؟ قال لي انا جاي من اسيوط. اسيوط دي 8 ساعات. لا يا زلمه والله العظيم اقسم بالله كان في ناس عايزه تنتحر. تحت صح؟ تحت اسيوط جنوب مصر. جنوب. انا تقريبا فضلت على الحال ده شهرين اقسم بالله، زي ما بقول لك اقسم بالله، لدرجه بقيت مربي دقني وماشي بقى فاهم انت، اللي هو اتجنيت، اللي هو انا وصلت لحاله ما بقتش فاهم حاجه. شهرين ضليت كل يوم تروح تيجي؟ يعني مثلا يوم ما يكون كده يقول لك تعالى بعد بكره مثلا. بقيت بالظبط اقسم بالله السواقين بتوع المواصلات حفظوني، يعني هو بيقول لي ايه عملت ايه؟ انت فاهم والله عملت ايه؟ قلت له لسه متعذب والله. سبحان الله، السنه اللي المفروض كنت اخش فيها الجيش دخلت السر اكاديمي، حاجه غريبه. طب انت هلا صار اخذت اعفاء يعني؟ واخد اعفاء. لو ما كنتش اخدت اعفاء كنتش سافرت. طب ليش اخذت اعفاء؟ اخدت اعفاء تاجيل عادي. بس شفت ايام عجيبه اقسم بالله، صبر غير طبيعي. كنت بتساب بالثمان ساعات قاعد عامل كده والله العظيم. طب انت قد ايه بيصحوني على الكتف اللي جنبي. قد ايه فتره الجيش عندكم؟ الجيش عندنا سنه، بس سنه سنه، ده اللي اقدر اقوله لك، سنه. احنا عندنا جيش، بس احنا الجيش عندنا كانه شهرين او 3 اشهر بس. هلا صار هيك، اما كان زمان سنتين، يعني ايام ابوي وهيك كان سنتين، فهمت؟ هلا صار 3 4 اشهر. اقول لك بقى، احنا انا بعرفش، انا ما عندي، يعني انا عندي خدمه علم اسمها، بس مأجله، يعني في دفتر تأجيل، فهمت؟ انه عشان بدرس بالجامعه وهيك ضلوا اجلوا لي اياه قبل ما اخلص. انا حياتي كلها بقى في مصر كلها اهلي وصحابي. صحابي بالذات حياتي كلها كلها صحابي. يعني مش متخيل انا بحبهم قد ايه. هم كل حاجه، يعني انا لو مفيش صحابي ما فاهم تلاقيني قاعد في البيت. يعني انت زيي تماما. صحابي. انا عندي الحياه، عندي انا اهلي واخواني ماشي. اقول لك اسهل عليك، انا بيتنا هيك ماشي، ساكنين فيه احنا دار جدي ودار عمي واحنا بيت عيله. عماره كامله للعيله، فهمت كيف؟ فانا هذا البيت عندي مقدس اللي فيه ماشي، كلهم اهلي، اهم شيء في حياتي هدول كلهم ماشي، حياتاتي. والله من اصغر حدا فيها لجدي، فهمت؟ الله يخلينا اياه، ربنا يديه الصحه والعافيه. واصحابي، الشله تبعتي انا، الشله. انا بقى انا اصحابي، وانا هدول هذا الشيء اللي انا عايش فيه وعايش عشانه، فهمت كيف؟ فحياة الله، يعني انا يعني بعرفش، بحس حياتي فاضيه من غير. تعرف ان اصحابي كلهم بلا استثناء بيلعبوا مزيكا كلهم. انا اصحابي شلتي فيها 2، انا ومحمد رافع واحمد مرعي، بيلعبوا مزيكا. انا ومحمد رافع كنا جيتارات وبنغني، احمد مرعي بس بغني. احنا اصحابي كلهم باند، عاملين باند كلنا. انا حكيت لك قلت لي
شو اسم الباند تبعكم؟ على ورق. عايز اقول لك ان حتى اسمه؟ حلو. حتى لو حد فيهم ما بيلعبش مزيكا تلاقيه سميع، والله العظيم. في حياتنا كلها يعني ممكن تلاقي خروج، ممكن تلاقي بنعمل بروفا، عاملين حفله مثلا هنا ومسافرين مع بعض. فالحياه حلوه. احنا عملنا باند انا واصحابي. انا وبشار خوالتي ولينا حدادين ومحمد رافع واحمد مرعي ويزن يزن اسمه كده؟ يزن ده ولد ولا بنت؟ ولد يزن. انا اول مره اسمع اسم يزن ده. مالناش غير محمد، احمد، محمود، هيثم كده يعني. ايه يزن ده؟ احنا يزن. خدول عملنا باند اسمه نينوى. ايه يا عم الاسماء دي يا عم؟ نينوى هاي اول مش عارف اول شيء اول اسم شيء موسيقي يعني. كنتوا تلعبوا اغاني عاديه بقى؟ طرب عبد الوهاب وفريد الأطرش وهيك. بس ما عملنا حفلات وهيك يعني. حاولنا احنا نسوي باند، ضلينا نعمل بروفات، بعدين بالاخر ما عملنا حفلات. كانت ذكريات رائعه. انا سبتهم وجيت وبصر الله شو صار معهم. حفلات ان شاء الله تجمعهم بعد ما ترجع ان شاء الله يا رب. انا عايز اقول لك والله العظيم، انا اصحابي كلهم كل واحد فيهم يستاهل انه يكون ناجح في الحاجه اللي بيعملها، انه يكون يعني مشهور. يعني عندي مصطفى ضيف صاحبي ده بيلعب جيتار الكتريك وكلاسيك وبيلعب كل انواع الجيتارات. بيلعب لعب اقسم بالله ملوش حل. يعني هو هاوي يعني مش دارس، بس بيلعب لعب تشوفه تقول عليه بروفيشنال دارس بره، والله اقسم بالله. واصحابي ملحنين، امير علي وعبد ملحنين موسيقيين ولا ملحنين سماعيين؟ ملحنين موسيقيين يعني دارسين ولا مفيش حد فينا دارس في اصحابي، بس كلهم والله العظيم اقسم بالله جامدين جدا. يعني انا هعرفك عليهم ان شاء الله. ملحنين يعني في بجد في كل حته بجد مواهب، حتى لو ما كانتش دارسه. بس مصر يا عم مليانه. مش بس مصر، كل حته. بكل حته، بس مصر مليانه ما شاء الله. شكري ما حدش عنده نكته رخمه تخلينا نقلب شكري الجرس بيرن. شكري ايه؟ ليه الجرس بيرن؟ ليه؟ عشان تفتح الباب. ليه؟ على مسألة ماشي قول. ليه الجرس بيرن؟ عشان معهوش كريدت. يا زنخ يا زنخ. طب استنى اقول لك انا دي زنخه، دي رخمه. لا انت خفت حاجه سودا طايره في الهواء تبقى ايه؟ دبانه. لا دبانه رايحه تعزي، دي الفكره. حاجه بيضاء رايحه طايره في الهواء. رايحه تحج. ايوه. طب حاجه حمراء طايره في الهواء. دبانه حاطه روج. ايوه. لازم نطلع في نفسنا عامه بعد الكلام ده. عم يخسر الجمهور العربي كله. نفكر. طب استنى اي حاجه ثانيه. طب طوبة اتحطت على اللوح ازاز وما اتكسرش ليه؟ استنى انا عارفها دي. عارفها دي. ليه؟ على لوح ازاز وما اتكسرش. كان بيلعب حديد عشان الطوبة ما جاتش في الازاز. ايوه هي دي. طب كلب معدي في الشارع ومات ليه؟ عشان اتخبط بالطوبة. استنى اقول لك في حاجات بتدي كتير حلوه قوي. استنى يا جماعه معقول احنا مضغوطين؟ معقول هيك بصير فينا؟